بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والسلام عليكم أنتم ورحمة الله وبركاته حضوري ومشاهدي الكرام. وبسم الله توكلنا على الله في الموسم الثالث من مواسم الشاشة لك، موسم جديد من متعة المشاهدة ومن متعة المنافسة، موسم جديد من البرنامج الذي يعطيكم هذه الشاشة وسبق وأن أعطاكم إياها، فملأتموها بإبداعكم وإنتاجكم وإخراجكم وأبهرتم بذلك عقولنا وعيوننا وقلوبنا. نقولها مرة أخرى، نحن هنا كلنا نصور ونخرج، وكلنا نشاهد ونستمتع، وكلنا نقيم ونحكم، وبعضنا يفوز بإحدى جوائزنا الكبرى وأولاها 100,000 ريال نقدا. وليست هذه هي جوائزنا فقط في هذا الموسم للمبدعين والمتميزين منكم، بل إننا في هذا الموسم نخصص جوائز حتى لمن لم يفز في أيام المنافسة إن ظهر منه أي إبداع من إبداعات مجالات الإعلام المرئي، وذلك عبر منح تدريبية عالية المستوى تقدمها لنا الأكاديمية، أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للعلوم التطبيقية، وهي الأكاديمية المعروفة بمستوى دوراتها عالي الجودة. وليس كذلك هذه هي فقط الجوائز التي نقدمها لمن فاز ومن لم يفز منكم. الذي يفوز في المرحلة الأولى مثل هذا اليوم ويحصل على أكثر عدد من أصوات الجمهور ولجنة التحكيم والمشاهدين، فإنه كذلك يفوز بجائزتنا في المرحلة الأولى، جائزتنا اليومية والتي أصبحت أسبوعية الآن، وهي جهاز آيفون أو جهاز آيباد حسب اختياره، وكذلك معه بطاقة مداد من بنك البلاد. آيباد بطاقة مداد بنك البلاد، عجبني السجع في جوائزنا هذه السنة. وطبعا البطاقة هي بطاقة ائتمانية إسلامية وبداخلها رصيد 1000 ريال نقدا. وليست هذه هي جوائزنا فقط، بل إننا وفي النصف الآخر من موسم الشاشة لك الثالث الذي يفوز في المجموعة الثانية من البرنامج، وهي المجموعة ذات الموضوعات المحددة، فإنه لا يفوز بالآيباد ولا بالآيفون، بل يفوز بجائزة قدرها 10,000 ريال، وكذلك بطاقة مداد ذات الرصيد. هذه الجوائز حتى تحصل عليها أيها المشاهد الكريم، فإن عليك بوضوح وببساطة أن تصل إلى قلب وعقل جميع من يشاهد فيلمك القصير ذو ال5 ثواني أو ال5 دقائق. وكل من يشاهد هو نقصد به الجمهور الحاضر الكريم والمشاهد في منزله، وكذلك لجنة التحكيم. وبذكر لجنة التحكيم فقد حانت أحد أكثر لحظات البرنامج إثارة وانتظارا، وهي لحظة التعرف على أعضاء لجنة التحكيم الثلاثية للموسم الثالث من برنامج الشاشة لك والترحيب بهم. أول أعضاء لجنة التحكيم في الموسم الثالث من برنامج الشاشة لك، وكلهم أوائل في القدر وفي الترتيب، يقول عن نفسه: لا أعرف لي محطة غير الإنتاج المرئي. يقول: بدأت في الإنتاج عام 2001، يعني هو شباب مثلكم، وصدر أول عمل سينمائي لي عام 2006. ويقول: لنا من الفيديو متواضعا، يعني له من الفيديو كليب أكثر من 25 عمل سينمائي
و12 إعلان سينمائي قصير وفيلمين وثائقيين. ويقول: قاعدتي في الحياة هي أن العمل الجيد موصل جيد. ونحن نقول: رحبوا بأشهر منتج سينمائي منفذ في مجال الفيديو كليب المحافظ، الأستاذ وليد السند. أستاذ وليد، السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أنا أشكرك أستاذ علي، أنت والفريق الرائع في هذا البرنامج المميز على هذه الدعوة، وأتمنى إن شاء الله أن أكون إضافة جيدة لهذا البرنامج. بالتأكيد بالتأكيد. تشرفنا بك أستاذ وليد. وإلى ثاني أعضاء لجنة التحكيم في الموسم الثالث من مواسم الشاشة لك. هو محاضر في قسم الإعلام بجامعة الإمام، وهو المستشار الثقافي لدى وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام، وهو المنسق العلمي لكرسي الجزيرة لدراسات الإعلام الجديد، وهو مخرج وكاتب وثائقي وله أعمال في هذا المجال، وهو حاصل على ماجستير في الإنتاج المرئي وجماليات الشاشة من جامعة غريفيث أستراليا، وهو دارس في مرحلة الدكتوراه في تخصص إنتاج أفلام الوثائقية، وهو عضو لجنة التحكيم في الموسمين السابقين، المبدع المتألق المحبوب الأستاذ مسفر الموسى. السلام عليكم أبو بديل. الله يحييك، يا مرحبا، ونشكركم، ويعني إن شاء الله نقدم يعني الموسم الثالث يليق يعني بحضور البرنامج الذي حقق نجاحات في الموسمين السابقين الأول والثاني. وبالمناسبة أنا كنت أسولف مع الأستاذ وليد وأرحب فيه الأستاذ وليد، والحكم الثالث يمكن لا زال مفاجأة. كنت أقول له مستويات المواسم تتقدم شيئا فشيئا، يعني لو كنا نقول الحلقة الأولى في المستوى الأول يعني تطورت في الحلقة الأولى في المستوى الثاني، واليوم يعني راح يشوف الجمهور مشاركات تليق بالحلقة الأولى بالمستوى الثالث. إن شاء الله أن قادمون للاحترافية إن شاء الله بإذن الله. ثم بتوجيهاتكم ونقدكم البناء الذي استفاد منه مئات من مشاهديكم ومحبيكم. وإلى ثالث أعضاء لجنة التحكيم في الموسم الثالث من برنامج الشاشة لك، وهو حاصل على دبلوم في الإخراج السينمائي من أكاديمية لوس أنجلوس بهوليوود، وهو كذلك حاصل على دبلوم في إخراج أداء الممثلين في أكاديمية لندن للفنون والسينما، وهو حاصل على دبلوم في كتابة السيناريو من المؤسسة العريقة BBC بلندن، وهو حائز على العديد من الجوائز العالمية، وآخرها جائزة أفضل فيلم قصير إبداعي في العالم في مهرجان نيويورك للأفلام القصيرة. وهو على قدراته الكبيرة هذه لا يحب العمل إلا في الأعمال الهادفة، وهو المخرج السينمائي السوري الشهير والقدير الأستاذ محمد بايزيد. التحية لا تود أن تنتهي هنا للأستاذ محمد بايزيد. أستاذ محمد بايزيد، السلام عليكم. كنت أتوقع خروجك مع لجنة التحكيم هنا، لكنك خرجت لي عبر الشاشة. عسى المانع خير إن شاء الله. إن شاء الله بالأسابيع القادمة إن شاء الله نتشرف ونكون معكم
يعني بالصوت والصورة وفيزيائيا معكم بنفس المكان. الأسبوع القادم بإذن الله تكون معنا صوت، أنت معنا الآن صوت وصورة، لكن ستكون معنا هنا بإذن الله في الاستديو بمدينة الرياض. تشرفنا بك أستاذ محمد بايزيد. إن شاء الله، ويسعدني يكون معكم أكيد وشارك معكم بالموسم الثالث لبرنامج الشاشة لك. وبحب أغتنم الفرصة هون لحتى أشكر قناة المجد على حملتها نحن معكم يلي عم بتوقف فيها مع إخواننا بسوريا. واسمحوا لي بثواني أترحم على شهدائنا يلي عم بيسقطوا كل يوم بسوريا، شهدائنا الأبرار بنيران النظام الوحشي. نسأل الله عز وجل النصر القريب إن شاء الله. وبغتنم الفرصة لحتى أحيي المملكة العربية السعودية على موقفها الواضح والمشرف تجاه الشعب السوري. يعني يا رب إن شاء الله تنتهي هالأزمة عن قريب. آمين يا رب العالمين. ونحن معكم فعلا قلبا وقالبا، ونحن معكم بدعائنا. وربما أحد المشاركين في برنامج الشاشة لك يكون معه سلاح من أسلحة الإعلام، ويكون معه مشاركة تساهم في نصرة إخواننا في سوريا. أليس هذا صحيح؟ وأليست الأفلام القصيرة وإن كانت ثواني ممكن أن تكون سلاحا ينصر إخواننا هناك؟ لا شك أنه الأفلام السينمائية هي اليوم أنا بصنفها كأقوى وسيلة لإيصال الرسائل على الإطلاق بالعالم. فهي سفير، وهي مع باسبور، مع جواز سفر، تقدر تسافر عبر الحدود لتصل لمهرجانات سينمائية عالمية توصل رسائلنا وصوتنا لكل العالم. شكرا لك أستاذ محمد بايزيد. سنعود لك بالتأكيد بعد قليل، ولكن اسمح لي أن أرحب كذلك بلجنة التحكيم، ليست الثلاثية إنما الثلاثينية، وهم جمهورنا الكريم الحاضر والمشرف لنا هنا في الاستديو، والذي يشاهد ويستمتع ويدعم ويحكم المشاركات على الهواء مباشرة حضوريا هنا في استديو قناة المجد الفضائية وعلى الهواء مباشرة بمدينة الرياض. وهم في الحقيقة مجموعة مميزة وقريبة جدا من برنامج الشاشة لك، لأنهم إما من بين الداعمين لهذا البرنامج، داعمين ماديا، وعلى رأسهم شركة صافنات السلام للتجارة والاستثمار، وعلى رأسهم رئيسها الذي يشرفنا حاليا الأستاذ عصام العبد السلام. هذه الشركة، شركة صافنات السلام، هي أحد أسباب ظهور هذا البرنامج وأحد أكبر داعمي برنامج الشاشة لك الموسم الثالث. فشكرا لها، وشكرا بالتأكيد لرئيسها سعادة الأستاذ عصام العبد السلام. وكذلك يشرفنا في الاستوديو هنا مجموعة ليس ممن دعموا البرنامج ماديا، وإنما ممن دعموا البرنامج بإبداعهم، على رأسهم طبعا هناك مجموعة من الذين ميزوا البرنامج بمشاركات شاهدناها في الأعمال في الأعوام الماضية، وهناك مجموعة أنتجت التحف الإعلانية الأربع للموسم الثالث من برنامج الشاشة لك. تلك الإعلانات التي أذهلت كل من شاهدها، بل إن كثير ممن شاهدها يقول هذه هي التي تستحق 100,000 ريال في الموسم الثالث من الشاشة لك. وجميع من هنا يستحقون منا أعلى تقدير وامتنان وأكبر تحية. على الرغم من أن هذا الإعلان هو هدية لبرنامج الشاشة لك، أحد أكبر أو أحد 4 هدايا غالية جدا في هذا الموسم، إلا أننا نحب ألا نفوت هذه الفرصة. ومبدعي هذا الإعلان ومبدعي الإعلانات الأربع جميعها موجودون هنا، نحب أن ننتهز هذه الفرصة ونسمع ثوان معدودة من لجنة التحكيم تعقيبا على هذا الإبداع الذي قدمه منتجو
الأعمال الجميلة في الموسم الثاني من مواسم برنامج الشاشة لك، وقدموا هذه الإعلانات كهدية لبرنامج الشاشة لك. أستاذ وليد السند، ما رأيك بما شاهدته من إبداع؟ أولا لا يفوتني أن أحيي زملائي المحكمين، ربما فاتني في البداية. البرنامج بشكل عام بغض النظر عن المشاركات فقط، البرنامج ما شاء الله ناجح وصداه واصل للجميع. بالتأكيد أن المشاركات هي التي أوصلت هذا الإحساس وهذا الإبداع الموجود من خلال مشاركاتهم وتفاعل الناس بالتصويت. عادة الناس تشاهد التلفاز لكن لا تصوت ولا يعني تتحمس في التصويت إلا للبرامج أو للمشاركات التي تتفاعل معها وتؤمن بها. شكرا لك أستاذ وليد. أستاذ مسفر، هذه لو كانت مشاركة من مشاركات هذا الموسم كيف ستنتقدها؟ تقريبا أربع إعلانات. 4 إعلانات فعلا. والله كلها قوية وكلها يعني أتوقع لو دخلت المنافسة راح يعني تحصل على مراكز متقدمة جدا. ويعني ما في شك اللي أخرجوها هم أتوقع كانوا دائما يعني في المراكز الأولى في الموسمين الأول والثاني. والحقيقة يعني الإعلانات هذه كانت جاذبة كثيرا، كنت يعني أشاهد تحركها في تويتر، فكانت تتناقل بشكل كبير جدا، فيبدو أن البرنامج يعني أصبح له جاذبية كبيرة إن شاء الله. وأيضا هم يشتاقون ليسمعوا رأي المخرج الكبير الأستاذ محمد بايزيد فيما قدموه من إبداع. أستاذ محمد بايزيد، ما رأيك في مجموعة الإعلانات التي قدمها مبدع الشاشة لك كهدية لبرنامج الشاشة لك؟ الحقيقة الأفلام مصنوعة بحرفية عالية وجيدة، إدارة التصوير والإضاءة كانت مميزة. حتى يعني بتوقع مصورة بكاميرا بتوقع هي 5D، عطت شيء اسمه shallow depth of field أو عمق مجال بصري قليل، فالصورة كانت سينمائية للغاية. اختيار مواقع التصوير كان موفق، خصوصا فيلم المرسم وفيلم القرية صنعوا ثيم أو يعني بدنا نعتبره نمط. اللقطات التأسيسية كانت إبداعية، وانتقاء الممثلين كان مميز. الممثلين لما بتشوفهم ما بتنساهم، كانت وجوههم مميزة يعني. حبيت الأفلام عموما، ولازم طبعا ما ننسى أنه هي أفلام أنا بصنفها إعلانية أكثر ما هي أفلام روائية تروي قصة ببداية ووسط ونهاية. يعني كان هدفها الإعلان للبرنامج الشاشة لك إهداء ثمين وصناعة احترافية بحيون عليها. شكرا لك أستاذ محمد بايزيد. وبالطبع يعني نحن نقدم تحية على للرؤوس الأربعة التي قدمت هذه الإبداعات، وهم مخرج 2 منها الأستاذ عبد العزيز الشلاحي، ومخرج أحدها الأستاذين عماد وياسر الغامدي، وكذلك أنور العولقي مخرج الرابع منها، وكذلك كاتب الفكرة عادل الفيفي، وفريق كبير عمل معهم ومن خلفهم، ويستحقون فعلا تحية لا تنتهي. فريق الشاشة لك لم يبدع فقط في برنامج الشاشة لك، بل إنهم رافقوني في رحلة من أحد رحلاتي إلى دول خارج المملكة لتقديم مادة من طابع وشكل آخر أحسب أنه محبب لدى جمهور كبير ممن شاهده. وإليكم لمحة هي الأولى من نوعها لإعلان الرحلة القادمة من البرنامج الذي سيأتيكم خلال الشهر القادم، والذي أخرجه وصوره معي الأستاذ عبد العزيز الشلاحي أحد مخرجي الشاشة لك، والأستاذ ياسر الغامدي أحد كذلك مخرجي الشاشة لك. فاستمتعوا بهذه الثواني ونعود بعدها. Where are we now? What's that beautiful place? The name of the place is Shterbatsky Book. Shterbatsky Book. Shterbatsky Book. Shterbatsky Book. ها؟ Shterbatsky Book. سهلة. هذا اسم المكان. من كان يقود هذه العربات هم فقط الأمراء، أما
أرض هي في قلب أوروبا، ومن أرض هي في قلبنا، ومن أرض رسمت على شكل القلب. أدعوكم للاستعداد بكافة مشاعركم وحواسكم والانطلاق معنا في رحلة جديدة من رحلاتنا إلى جنان الأرض. Thank you. نعود من جنان إلى الشاشة لك. كما أنكم تتطورون أيها المبدعون أو أيها المبدعين، ما أدري وش الصح، فنحن نحاول أن نواكب تطوركم هذا، وفيما يلي ملامح مهمة وسريعة من أبرز التطورات والتحولات في برنامج الشاشة لك بموسمه الثالث. أولا، تحول البرنامج كما تعلمون من يومي رمضاني إلى أسبوعي ولمدة 15 حلقة، وألغينا نتيجة لتطوركم فرع المشاركات العفوية، وتم تقسيم البرنامج إلى مجموعتين، موضوعات مفتوحة وموضوعات محددة. وهذه هي الموضوعات المحددة: الحسبة، صمام أمان، والعفة، وأخلاقي، من قرآني، وكذلك أطب مطعمك، وأيضا كرم الضيافة. والفرق الأربع المتأهلة للنهائي سيكون عليها الدخول في تحد جديد من تحديات برنامج الشاشة لك، فسيكون عليهم أن يقدموا في الحلقة الأخيرة عندما يتأهلون إلى النهائي فيلم جديد بفكرته نحدده نحن لهم ومحدد بمدته كذلك، وسيقدمونه في وقت محدد جدا هو يقل عن أسبوعين، وسيحدد بناء عليه من الفائز ب100,000 ريال. هذه هي أبرز المحطات التي تغيرت في برنامج الشاشة لك، وستتعرفون على المزيد منها خلال متابعتكم لبرنامج الشاشة لك. طبعا أرسل لي أحدكم يقول عبر تويتر: عزيزي العزازي، أعتقد أن الوقت غير مناسب لإطلاق برنامج ترفيهي، والمجازر اليومية في سوريا تدمي القلوب. طبعا أنا أتفق معك تماما، هذا ليس وقت ربما مناسب لبرنامج ترفيهي، لكني أعتقد أن برنامج الشاشة لك ليس برنامجا ترفيهيا، إنما هو برنامج تطويري يدعم إبداعاتكم المرئية، والتي قد تكون كما ذكرنا قبل قليل من أفضل وأقوى رسائل ووسائل النصرة لإخواننا في سوريا. وأنا من هنا أدعو جميع المبدعين أن يركزوا في الأيام القليلة القادمة المتبقية لإغلاق باب المشاركة إلى محاولة إيصال إبداعهم لإخواننا في سوريا. هل لديكم رسالة تستحق أن تعرض في برنامج الشاشة لك وتصل إلى الملايين من المتضامنين مع هذا الشعب؟ أرجو أن أرى هذا في الأيام القادمة لبرنامج الشاشة لك. وبنا إلى طبعا أنا عندي دليل أن برنامج الشاشة لك ليس برنامج ترفيهي، وهو المشاركة الأولى من مشاركات هذا الموسم، فعنوانها أسهل طريقة للانتحار، وهي وردتنا من اليمن ومن المشاهد عيضة صالح قناب، ورقمها الرمزي لدعمها بصوتك إن أعجبتك، أقصد المشاركة وليست فكرة الانتحار، هو 1 ومدتها 1.5 دقيقة، وأترك الشاشة لك يا عيضة.
ربما هذه أسهل طريقة برأي عيضة للانتحار، لكن برأيك أستاذ وليد هل هي أسهل طريقة للفوز في برنامج الشاشة لك؟ بدون شك. في الحقيقة الشعراء عادة في أول شطر من كل قصيدة يحرصون على اختيار المفردات بعناية ويسمون ذلك براعة استهلال. أنا أشعر أن هذه المشاركة كأول مشاركة في الموسم الثالث ربما تكون إن شاء الله فعل خير وبراعة استهلال لهذا البرنامج. كثير ما أسأل كيف تكتب الفكرة للإعلان، للكليب، للفيلم الوثائقي. أظن أن الجواب نجده هنا في المشاركة. هي مجرد عبارة، أسرع وسيلة للانتحار سيجارة، بينما عيضة والفريق الذين معه حولوا هذه المقولة التي ربما نقرأها في الشارع، في الصحيفة، في الإنترنت، حولوها إلى إعلان مميز. صدقا أبهرني المخرج وأتمنى له إن شاء الله التوفيق. الكوادر اللي يعمل بها كوادر السينما، التون، الألوان، في البداية كادر خالي مجرد صوت خفيف، يدخل شاب مسرعا في الكادر، يعني تشعر انه حركه كاميرته، الآلية التي يعمل بها انسان يعني لديه ما شاء الله موهبه، واتمنى له التوفيق. قد يقول قائل ربما أنه المشاركة وردت من اليمن، فإنه ربما الإمكانيات هناك لا تكون كما هي في كثير من دول المنطقة. لكن أنا أثني على كلام الأستاذ محمد بايزيد بعد تحيته عندما قال أنه المشاركة أو الإعلام هو جواز سفر يعبر بالإنسان. أنا لا أعرف من أين هو بالذات. بعد ما وصلتني المشاركة ربما لم أهتم، أنا اهتميت بالعمل الذي قدمه. صدقا اهتمامه بالتفاصيل راق لي كثيرا، أتمنى له التوفيق. بالتأكيد هناك ملاحظات، لكنه كبداية للبرنامج أتمنى للجميع التوفيق. لم تترك وقت للملاحظات، وإن كنا نحب دائما نسمع الإيجابي والسلبي، لكن ربما يأتي السلبي على لسان الأستاذ مسفر. إن شاء الله الإيجابي. يعني أعجبتني عبارة الاستهلال الجيد للموسم الثالث، فعلا كان استهلال جميل جدا. من ناحية بنية الفيلم صراحة كانت يعني رائعة. إذا تكلمنا عن بنية الفيلم خلينا نتكلم فقط عن الصراع. يعني كانت بداية موفقة للصراع، سواء كان في النهاية أو في البداية أو في النهاية. أحيانا ما قبل الصراع هو مرحلة لا أحد يتابعها، وما بعد الصراع مرحلة لا أحد يتابعها، لكن هنا كانت بداية موفقة منذ انطلاقة الشاب، وإحنا نقول يعني كأن بدأ الصراع، وانتهت عندما قدمت له السيجارة. في عناصر التشويق يعني كثيرة في هذا الفيلم القصير، لكن شكلنا بناخذ عناصر. اي نعم، مثلا عنصر الترقب، عنصر الإحساس بالمفاجأة، كان عندنا شعور راح تحدث مفاجأة. المفاجأة حدثت أيضا، هي يعني كانت جميلة جدا. في عنصر الترقب أنا ودي أذكر نقطتين، في أسلوبين من خلال الصورة المرئية، مثلا استخدام الفاست كات لزيادة الرتم. هي ايش مثلا؟ الفاست كات أو القطع السريع لزيادة رتم الفيلم أو إيقاع الفيلم. الحقيقة هو استخدم فاست كات إلى حد ما، ولا يعني بطريقة خجولة شوي. لا احنا يعني لو زودها، خاصة يعني لو تلاحظ في اللقطة وهو ينثني يتنفس، استخدم الميديم شوت أو اللونج شوت. فلو استخدم أكثر من كلوز أب على الوجه، على القدمين، يعني أعطتنا إحساس جميل. أيضا من خلال أستاذ مسفر، الفاست كات لها علاقة بالقطع السريع؟ هي القطع السريع. القطع السريع، نعم. أنا بقطعك بشكل لا سريع. في نقطة جميلة جدا. طيب. يعني بس بشكل سريع. يعني فيه نقطة اللي في ذروة الصراع. لازم ذروة الصراع لازم نعمق المسألة فيه. في تكنيك للمخرج هاتشكوك اللي يسمونها الدولي زوم. كيف طريقتها؟ باختصار جدا، استخدام دولي ان مع زوم اوت او العكس. هذه ايش تسوي؟ هذه مصطلحات يعرفها طبعا اي نعم، تخلي الباك جراوند يقرب من الشاشه والشخصيه تستمر ثابته، فيصير في كان في تلاحم، كان راح نشوف البحيره اللي خلفه كأنه في سقوط او نوع من التخويف. مشاركه جميله. كان ودي انه برضه يركز على رسم الشخصيه، كيف الناس ينتحرون. يعني غالبا المخرجين يبحثون عن اشياء نفسيه كثيره جدا. شكرا استاذ مسفر. انا بخصم من الوقت النقد لك في المشاركات الاخرى، والى الاستاذ محمد بايزيد. وما هي من سوريا الى اليمن، ما هي كلماتك لمخرجنا الشاب القادم عيضة؟
بداية بحيي على الفكرة ذكية بحد ذاتها، هي تشبيه الانتحار أو التدخين بالانتحار. أنا حبيت الاستابليشنج شوتس أو اللقطات التأسيسية يلي فتح فيها بشوارع فارغة، أعطتني شعور سينمائي جميل لعله مستوحى من فيلم I Am Legend لويل سميث. ركزت كثير على الممثل، أداء الممثل كان كويس، فكرة إلباس الممثل قميص مفتوح كانت ذكية، عطت حركة للقميص هو عم يركض بسرعة، حركة الكاميرا كانت ذكية. حبيت تنوع الزوايا، اللو انجل او الزاويه المنخفضه وظهور الابنيه وراءه. الحقيقه المخرج عنده عين كويسه اثناء الدرج. كنت بتمنى ما يظهر المصعد كنقد، لانه المصعد كان خلاني افكر انه راح يركب عليه بس هو طلع على الدرج. حبيت اللقطه اللي كان عم يميل فيها نحو الامام واجت ايد على كتفه لتمسكه، فيها شيء من المفاجاه. عندي نقد او الاعلان بشكل كبير. اللقطة يلي بنشوف فيها سلاح الانتحار لأول مرة يلي هو بين قوسين السيجارة أو الدخان، يا ريت لو كانت كلوز أب كانت رح تعطيني شعور أكبر بالخطر، يعني كانت لقطة قريبة، بينما كلقطة بعيدة اجت لقطة كاجوال أو عادية وكأنه إنسان عم يضيف الإنسان الثاني سيجارة لحتى يدخن فيها. عموما الإعلان طويل، أنا كان ممكن بالمونتاج قيم منه 20 ل 30 ثانية بدون ما تتأثر القصة أساسا، وهي مشاكل معظم افلام الهواة بتلاقيها اطول من المطلوب. صحيح. بيكون عنده رغبه يحط اللقطات المصوره اكثر، يستخدمها اكثر، وهون بنقع بمطب الطول. بس شكرا استاذ محمد بايزيد، وكذلك نرجو من الساده اعضاء لجنه التحكيم الاستفاده من هذه الكلمه الاستاذ محمد بايزيد، بان قد يكون النقد اطول احيانا من الوقت المتاح لنا، ولذلك سنسرع كثيرا في المشاركات الثلاثة القادمة. طبعا عيضة يعتقد أن التدخين أسهل وسيلة للانتحار، بينما المشاهد فهد الفريدي فلديه أيضا وسيلة أخرى للانتحار ولمصائب أخرى كثيرة اسمها التوت الأسود، وهي المشاركة التي تحمل الرقم الرمزي 2 لدعمها إن كانت الأفضل برأيك من بين المشاركات الأربع، ومدتها 5 دقائق. فما هو التوت الأسود؟ الشاشة لك يا فهد.
يقول فهد الفريدي في مشاركته هذه في النموذج الذي يرسلونه لنا عبر الإنترنت، يقول تم التصوير خلال 4 أشهر وتكلفة الفيلم قاربت 10,000 ريال، ويقول وأقسم بالله العظيم أن جميع مؤثرات الفيلم هي بشرية تماما وليست لآلات العزف دور فيها. أستاذ وليد، هل هذا الكلام قد يغير شيء من نظرتك النقدية للفيلم؟ وعموما الأفلام الطويلة تأخذ نقد قصير جدا، هي هذه المعادلة عندنا. لا، وإذا سمحت لي أستاذ علي، أنا في البداية أحب أن أنوه، لأنه طلب مني في المشاركة التركيز على جانب الفكرة والقيمة الموجودة في الإعلانات أو في المشاركات عموما، بالإضافة إلى الرسالة هل وصلت أم لا، والتعليق ومرور سريع على إدارة الإنتاج وتصميم الإنتاج. المشاركة في الحقيقة جوابا لسؤالك وبشكل أعم هي مجموعة إعلانات داخلة في مشاركة واحدة، كأن المشارك خاتل المشاركين بمجموعة مشاركات في مشاركة واحدة. تمنيت عليه أن شارك بمشاركة واحدة. التوت الأسود أو البلاك بيري مشاركة جدا رائعة، وأتمنى في المرات القادمة إذا وفق المشارك أن يختصر قدر المستطاع في إيصال الرسالة. في النهاية المشاهد يريد نظرا لإيقاع العصر والمتسارع، في النهاية يريد أن تصل به إلى الرسالة بشكل أسرع وأدق. في جماليات في الفيلم إيقاع العصر متسارع حتى عندنا هنا. بالضبط. آسف أستاذ وليد، آسف. أستاذ مسفر. طيب، يحسب له التنوع في أحجام اللقطات وعمق المجال وحركة الكاميرا كانت جميلة، لكن يؤخذ عليه أن الفيلم بدأ وانتهى أكثر من مرة. يعني في أكثر من مرة وهو يقول يلا انتهى، يلا تعالوا معي نشوف فيلم آخر. لو نقارنها بكيف نعيشها أخذت نفس الستايل. الفائزة بالموسم الفائزة بالموسم الماضي ب100,000 يعني تخيل يعني. لكن الميزة وحب يقتدي بها عشان يفوز. يعني كانت قصص منفصلة ومعزولة، يعني الخط الدرامي يبدأ ثم ينتهي، يبدأ ثم ينتهي. لكن الميزة في مشاركة كيف نعيشها، إذا المخرج ممكن يأخذ اللقطة، كيف نعيشها أخذت يعني منحنى درامي رئيسي، ثم بنيت عليه خطوط درامية ثانوية اللي هي القصص. أي نعم. ففي النهاية كان الجواب في الخاتمة حقت كيف نعيشها هي إجابة لكل التساؤلات التي أثيرت، لكن هذه منعزلة تماما، تبدأ وتنتهي ولا لا يوجد هناك يعني أي ترابط أو تداخل بينها وما يليها. بالتالي هذه يعيب عليها كثيرا. شكرا أستاذ مسفر موسى. ما رأيك أستاذ محمد بايزيد في هذه المشاركة، وكما عودتنا باختصارك المعهود؟ اوكي، الفيلم من وجهة نظري هو وسيلة بصرية لرواية القصة أولا وأخيرا، وبالتالي ينبغي على صانع الفيلم أنه يوصل رسالته عن طريق العناصر اللي هي عبارة عن تكوين الكادر، أداء الممثلين، الحوار، المونتاج إلى آخره. أما أنه يستخدم الجرافيكس لرواية ما لم يستطيع إيصاله عبر الصورة فهذا شيء غير مقبول. بأكاديمية مثل لما استعمل 27/1 للدلالة على أجر الصلاة، مثل لما استعمل على امتحاني غدا أو وضع اللون الأحمر على علبة الدواء. بأكاديمية السينما العالمية بأمريكا بيسموا الكتابة على الشاشة تشيتينج أو غش. يعني أنا المفروض كمخرج وصل لك هالفكرة هي بدون ما أكتب لك إياها على الشاشة. موضوع الكتابة على الشاشة له وسائل أخرى، أنا ممكن أقدم لك بروشور أو كتاب أو إلى آخره. أما المخرج كان لازم يوصل هالشيء بطريقة غير مباشرة، مو مباشرة، بالإضافة لموضوع أن الفيلم ما كان له بداية ووسط نهاية واضحين. يعني الفيلم كرر نفسه، ما بصنفه فيلم روائي أنا إطلاقا. شكرا أستاذ محمد بايزيد. والله ليست مقصودة، لكن المشاركة الثالثة فيها وسيلة ثالثة من وسائل الانتحار. وين صاحبنا اللي يقول البرنامج هذا ترفيهي؟ إليكم المصير، وهي مشاركة المشاهد عبد الرحمن زياد السحيباني طبعا وفريقه. لما نقول المشاهد فبالتأكيد نعمل مع فريق. ورقم هذه المشاركة الرمزي والتسلسلي في البرنامج الدعمها 3. وأترك الشاشة لك يا عبد الرحمن، وفقط لمدة دقيقة واحدة.
يعني محاضرات وأفلام وصور كثيرة نشاهدها تحذر من القيادة المتهورة. ما أدري برأيك أستاذ وليد، هل هذه تكون ربما أحد أقوى هذه الوسائل التوعوية في التوعية ضد التهور والتفحيط، ما يسمى بالتفحيط؟ ربما المشاركة في الحقيقة كفكرة مطروحة ومتكررة لدى البعض، لكن الجديد في الموضوع هو الربط بين مقعد السيارة اللي يقود فيه الشاب والكرسي المتحرك الذي صار إليه ذلك الشاب. بشكل عام الإعلان سريع مناسب عكس ما كنا نتحدث فيه في المشاركة السابقة. المخرج يعني لديه بعض الأدوات، أتمنى عليه في المرات القادمة التركيز أكثر على كتابة الفكرة بشكل أطول قليلا والتأثير في اللقطات الجانبية. أستاذ مسفر. طيب المشاركة هذه أخذت أسلوب التناظر، يعني ما قبل مرحلة ما قبل الحادث، مرحلة الحادث التي في النص، مرحلة ما بعد الحادث. في ما قبل الحادث كان رتم المونتاج متسارع جدا وهو لخلق الإثارة والتوتر. في العكس ما بعد الحادث لتعميق الإحساس بالأسى والحزن. أنا أعجبني صراحة الربط بين المكبح السيارة اليدوي ومكبح العربة، وكأنه يقول يعني هذه المتعة يعني أدت بك إلى هذه النتيجة. استخداما للكوادر المغلقة دائما وضع هناك علاقة بين ما هو داخل الإطار، وعلاقة غموض بين ما هو داخل الإطار وبين ما هو خارج الإطار. كذلك تصوير الحادث في لوحة بيضاء أعطى المشاهد يعني طلب من المشاهد أن يفكر ويستخدم عقله ويستنتج، يعني طريقة غير مباشرة كانت جميلة جدا. الأستاذ محمد بايزيد سيكون معنا ليعلق أيضا على هذه المشاركة ويعطينا رأيه فيها، لكن بعد هذا الفاصل لنواصل النقد ونواصل مشاهدة آخر مشاركة من مشاركات هذه الحلقة من حلقات الشاشة لك. تفضل معنا. مرحبا بكم من جديد. توقفنا قبل الفاصل عند ثالث مشاركات الشاشة لك في موسمها الثالث، وتوقفنا تحديدا قبل أن يدلي الأستاذ محمد بايزيد بنقده ورأيه في هذه المشاركة، مشاركة المصير. والأستاذ محمد بايزيد النقد لك. اوكي، لا شك انه البلاغه تكمن في الايجاز، والاعلان كان قصير ومقتضب ونجح بهالموضوع. فكره الجرافيكس ماتش او التشابه البصري ما بين مقعد السياره والمقعد المتحرك هي كانت اذكى شيء بالاعلان، الا انه التصوير والاضاءه لهذا الاعلان كانت ضعيفه للغايه، خصوصا التصوير ما داخل السياره كان فقير، عدم وجود اضاءه، عدم وجود عمق، عدم حتى الاعتناء بتنظيف انتيريور السياره. من الامور اللي ازعجتني انه السياره كان واضح تماما انها ثابته بمكانها ما تحركت. كان على الاقل اثناء عمليه الجير تشينجينج هو عم يغير الجير، كان المفروض السياره تهز او تتحرك، يعني ما تحركت اطلاقا. هذا الشيء ما اقنعني انه السياره كانت عم تتحرك. برايي كان لازم يعتني بهالتفاصيل هي لحتى يخلي هالفكره هي تطلع على النور بتاثير اكبر. شكرا أستاذ محمد بايزيد. وإلى المشاركة الرابعة، أظن هذه المرة ليس لها علاقة بالانتحار بل لها علاقة بالكورة. 17 شخصا هم فريق صالح عبد العزيز الخميس الذي سيأخذنا الآن إلى الملعب، ونحن في شوق لنهاية مباراتهم التي تستغرق دقيقتين، وهي المشاركة الرابعة والأخيرة من مشاركات الموسم. لا، ليست من مشاركات الموسم، إنما الأخيرة في هذه الحلقة، ورقمها الرمزي لدعمها هو 4. والشاشة لك يا صالح.
بالطبع نحن نتمنى ونرجو أن يكون دفاعك عن دينك وعن وطنك ليس كما بل أكثر من دفاعك لمرماك. الحقيقة ثواني محدودة جدا معك أستاذ وليد. أنا عندي تحفظ على التشبيه. أنا أشعر أنه التشبيه غير دقيق وغير منطقي بين حماية الوطن والدين أولا بالمرمى. جمالية العمل هذا تختصر فقط أو نختصرها في حركة الكاميرا، الجرافيك اللي في البداية، التلوين فقط. وما هي الجمالية في هذه المشاركة؟ الحقيقة الرسالة في المجمل سامية، عاب عليها كثير من البطء، يعني الصورة كانت بطيئة، الفيلم القصير كان بطيء جدا لأنه كان يمشي باتجاه أفقي، ما كان يمشي باتجاه العمق، لذلك بدأت نقطة الصراع بعد دقيقة وهي نصف الفيلم. يعني أيضا لم يستطع أن في النهاية إكمال رسالة بشكل مرئي، فعوض ذلك بكتابة يعني جملة وهي التي يعني انتقدها الأستاذ محمد بايزيد. واعذرني سأنتقل الآن مباشرة للأستاذ محمد بايزيد ليعطينا آخر كلماته في هذه الحلقة. أستاذ محمد بايزيد تفضل. اوكي، انا بتفق مع اخ وليد انه التشبيه ما كان موفق من وجهة نظري. تقنيا اللقطات كانت طويلة للغاية، كان يمكن تقصير الفيلم بالمونتاج للرسالة. بدي اقول تقنيا فنيا في حال هو كان عم يقول الرسالة هي الدفاع عن المرمى، معناته البطل هو حارس المرمى اللي ما شفته بالاعلان. كان التركيز بالاعلان على اللاعبين والمهاجمين، حتى اللقطة الطويلة اللي عم تركز على ايد الرجل يلي قبضت بالعزيمة الاصرار كانت لقطة مهاجم. فيعني حتى لو أنا وافقته على تشبيه هذا الحارس المرمى بالمدافع عن وطنه ودينه، هو ما ركز، هو ما ورجاني البطل. فبرأيي أنه ما توفق بهذا الإعلان، وإذا كان في نقطة إيجابية فهي جمال الصورة إلى حد ما. هذا كل شيء عندي أحكيه. شكرا أستاذ محمد بايزيد. كانت هذه هي آخر كلمات لجنة التحكيم، وبعد قليل سنأخذ منهم النقد بالدرجات، ونبدأ الآن التصويت وأولى الدرجات التي ستعطى لهذه المشاركات، وهي من الجمهور الحاضر الكريم هنا. تفضلوا الآن بأجهزتكم، ستظهر على الشاشة الآن المشاركات الأربع. المشاركة التي أعجبتك أكثر من غيرها أعطها صوتك، ومعنا 30 ثانية وبعدها فاصل، ثم سنعود لنستمع إلى النتائج هذه الحلقة. تفضلوا بالتصويت. شكرا لكم جمهورنا الحاضر الكريم. وصلت درجاتكم 30، وقد حان الآن الوقت لنأخذ درجات لجنة التحكيم، ثم نسمع الدرجات 60 كيف توزعت على هذه المشاركة. وتتبقى 40 نقطة بدأتم بالفعل مشاهدي الكرام في بيوتكم بدعم هذه المشاركات بها. أستاذ وليد، كيف توزعت النقاط العشر الخاصة بك هذه الليلة؟ أنا في البداية المشاركة الأولى 4 درجات، المشاركة الثانية توت الأسود 4 درجات، المشاركتين الأخيرتين ولائي والمصير لكل واحد درجة. شكرا جزيلا. أستاذ مسفر، درجاتك العشر في 0 افتراضي اليوم؟ لا ما في أبشرك، في 3 درجات لأسهل طريقة للانتحار، وفي درجة واحدة للتوت الأسود، و5 درجات للمصير، ودرجة واحدة لولائي. وكيف هي درجاتك أستاذ محمد بايزيد؟ أسهل طريقة للانتحار 5 درجات، توت الأسود 2 درجات، والمصير 2 درجات، وبعطي ولائي درجة واحدة. درجة واحدة، وهذه الدرجة الواحدة الآن تكمل لدينا 60 نقطة، هي 30 نقطة الخاصة بلجنة التحكيم وال30 نقطة الخاصة بالجمهور الحاضر الكريم. فكيف تشكلت النقاط 60 هذه الليلة؟ إليكم نتيجة المشاركات حسب تقييم لجنة التحكيم وحسب الجمهور الحاضر الكريم. جاري حسابها بالطبع. إذن أسهل طريقة للانتحار، ويبدو أن الشاشة تحاول الانتحار هنا، أسهل طريقة للانتحار أخذت 33 نقطة.
التوت الأسود 9 نقاط. المصير حصلت من النقاط 60 على 12 نقطة. وأخيرا ولاء حصلت من 60 نقطة على 6 نقاط. كما هو واضح ويبدو أن المشاركة الأولى أسهل طريقة الانتحار تبدو في طريقها إلى الفوز في الحلقة القادمة والتأهل إلى النهائي، ولكن قد يصنع مشاهدينا فرقا وقد تكون النتيجة في الحلقة القادمة بدايتها مختلفة. 40 نقطة تبقت لدعم المشاركين الآخرين ولهذا المشارك أيضا. أذكركم أيها الكرام وها قد وصلنا إلى نهاية هذه الساعة من ساعات الشاشة لك أن آخر موعد لاستقبال المشاركات في هذا الموسم هو بعد الحلقة الثالثة أي بعد أسبوعين. أما آخر موعد لاستقبال المشاركات في المجموعة المحددة القيم والموضوعات فهو بعد 4 أسابيع. إذن الوقت ضيق جدا ونحن نأمل أن تعجلوا بمشاركاتكم في هذا الموسم، فليس من أتى أولا كمن أتى أخيرا. في نهاية هذه الساعة أشكر كل من أتحفنا بحضوره وأتحفنا بنقده من السادة أعضاء لجنة التحكيم وأنتم مشاهدي الكرام. لقاء جديد بإذن الله وحوله يسمعنا بكم في الأسبوع القادم يوم الجمعة الساعة 9 مساء وعلى الهواء مباشرة. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم أنتم ورحمة الله وبركاته. حلقة جيدة.